يعطيك سيدي. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. في نظرك علاش موريتانيا ما كايناش لا في صف المغرب ولا في صف الجزائر؟ علاش هي عندها واحد ما مع هك وما مع هك، كتنافق فينا حنا وتنافق في الاخرين؟ في نظرك انت علاش؟ انا اللي استنتجتها والله اعلم، دائما تنقولها محلل السياسي ما هذاك الشيء دماغي وصافي. المغرب في تندوف عندهم مواطنين تما، صح؟ صح. موريتانيا عندها مواطنين تما ولا لا؟ صح. صح مزيان. اذا موريتانيا عندها لاجئين تما والمغرب عنده لاجئين. حنا كندويو على جوج دول، موريتانيا والمغرب، مرة كاين اجناس اخرى. ولكن علاش قلنا موريتانيا ما باش تكون يد مع المغرب؟ علاش؟ حيتاش راه 50% من المرتزقة موريتانيين و20% مغاربة. يعني حنا راه عندنا غا 20,000 واحد تما 30,000 كأعلى تقدير. موريتانيا عندها شري في 50%، بمعنى 80%، 80,000 تر 70,000 كاملهم موريتانيين. تقول لي واش جاب هادشي شي في شي واحد التخربيق هذا؟ نقول لك علاش. دابا المغرب بغا ينهي الملف. حنا ما كندويوش على الارض عندنا كلشي عندنا عايشين فيها واكلين شاربين ضاحكين لاعبين، ما تدويش حنا على الارض. المغرب كيضرب على ان المغاربه اللي حاصلين في تندوف يدخلوا لبلادهم تحت الحكم الذاتي. راه ما كيدويش هو المغرب فارض راسو بزمنو وما خايف من شي واحد، فهمتي كيفاش؟ وانما حنا نقولوا حنا الاسباب اللي تتخلي هذا الملف باقي معرقل. موريتانيا من جهتها مدرع وكيضربوا من موريتانيا. في نظرك علاش؟ وهادشي راه كامل هادشي نيت راه مشاركه فيه موريتانيا، لان الموريتانيا عندها الربح يموتوا وما يدارش لهم حل. وغنعطيك الاسباب. موريتانيا علاش هي عندها الحل؟ علاش هي انهم كدير لهم هادشي وتبقى تحرض فيهم وكيضربوا المغرب وبقى الروينه كذا المغرب تيضرب الى اخره؟ علاش؟ هي بغات انها تشعل باش تنضحر يتفردك داكشي يمشيو بعدو منهم. لان ديك 50,000 ولا 80,000 اللي غادي تدخل لهم هما موريتانيا، كما كتعرفوا موريتانيا راه مدرعه. المغرب لا، بلد متقدم. الا مشات تدخل ديك 20,000 لعندو وما كاين اللي ما يتململ شي واحد. الاجهزه الامنيه تبارك الله كاين واحد سميتو واحد الرقابه. موريتانيا لا. يعني موريتانيا الا مشات هما حتى امريكان دخلت ولا تحالف كاد داكشي وكل واحد دار النصيب ديالو، موريتانيا اشري بغا يكون عندها المشاكل داخليه. يقدر يكون انقلابات كاع، يقدر يكون الفوضى، يكون شحال من حاجه الا دخلوا اللي هما هذوك الناس. علاش؟ لان كما قلت لكم موريتانيا ماشي مؤمنه، ما كاينش واحد الامن استقرار، ما كاينش. بمعنى انت كنتي هاني، انت كنتي هاني في بلادك، هادوك عرفتيهم مسلحين، عرفتيهم خونه، عرفتيهم كذا الى اخره. حنا فرضا ياك في نظرك انت، عندك خوك، في نظرك با معايا خوك فيه المشاكل، وديما كيداز معاه بالله ويقتل هذا ويذبح هذا، ديما هذا خارج داخل الحبس، ديما خارجه. واش انت غضرب انه خوك يخرج من الحبس ولا غضرب عليه يبقى؟ يعني غضرب عليه يبقى، لانه هذا المنطق. هذا كذلك موريتانيا راه كيضربوا باش يبقاو هذوك تما وكلشي تما وما يتفكش تما. لانه واش انت غتجيب لي الفتنه البلادي؟ هذا هو علاش موريتانيا ما بغات لا تعترف، ما بغات دير شي حل، وهي كما قلنا مره هك ومره هك وكتخلوط تتركون ما بتديرش حل. اذا انا هادشي اللي شفت والله تعالى اعلم، ما محلل سياسي، ما استاذ، ما تلعب. الانسان يشارك الاراء ديالو معنا في التعاليق ونتناقشوا فقط، لا نبقى تفلسف عليا وديك الهضره. انا امي جاهل، انا ما طالع في التلعب. نرى تندير الفيديوهات راكم عارفيني كي داير صافي، ضحك وطرقه وصافي.
باش ما يجي شي واحد يبقى يقول لك راه انت. تحياتي الجميع.